آخر مرة دَوَّرت فيها على حاجة على الإنترنت كانت منين؟ غالبًا كانت من موبايلك صح؟ إحصائيات جوجل بقى بتقول إن أكتر من 70% من الناس في مصر اللي بتدوّر على عقارات، بتدوّر من خلال الموبايل. الرقم ده كبير صح؟ طب عايزك كده تتخيل معايا إن في عميل محتمل بيبحث عن فيلل للإيجار في القاهرة الجديدة أو للبيع، وهو في الطريق بيفتح موقعك من الموبايل بتاعه، بس لقى الكلام صغير جدًا، الأزرار كلها مش شغالة، حتى زرار الواتساب اللي هيتواصل معاك منه مش شغال، الصور بتاعة الفيلا مش بتحمّل أصلًا. طب تفتكر بقى هيعمل إيه؟ ببساطة شديدة جدًا هيقفل الموقع بتاعك فورًا، وهيروح لموقع تاني منافس ليك بس يكون بيشتغل كويس، وده مالوش إلا معنى واحد، إنك خسرت عميل محتمل كان ممكن جدًا يشتري منك أو يستأجر أي وحدة عقارية، بس لإن تجربته على الموبايل ما كانتش كويسة فمشى وراح لمنافس تاني. هنا بقى أنت أكيد عرفت أهمية الموبايل friendly، أو إن الموقع بتاعك أو صفحة المشروعات تبقى بتشتغل بشكل كويس جدًا ومتناسق على الموبايل. طب أنا هاعمل ده إزاي؟ الموضوع بسيط، كل اللي مطلوب منك إنك تتأكد إن التصميم بتاعك، تصميم الموقع أو المشروعات بتاعتك متوافقة مع الموبايل. طب ولو الموقع بتاعي تصميم قديم، ممكن تتواصل مع مطور عشان يجدده أو يخليه responsive. نفهم من كده إن لو الموقع العقاري بتاعك موبايل friendly أو متجاوب مع الموبايل، جوجل هيظهره أكتر في نتائج البحث، يعني عملاء أكتر هتشوفه. الزائر هيلاقي الموقع سهل، سريع، كل الزراير اللي موجودة جوه شغالة، فيه كل حاجة هو عايزها، فهيقعد وقت أطول وبالتالي هيبقى فيه فرصة إنه يتواصل معاك. حلو، والّا افترض إن هو مش متجاوب، مش موبايل friendly يعني، ببساطة جوجل هيقلل ظهوره في نتايج محركات البحث، كتير من العملا هيخشوا الموقع ويخرجوا، وده هيعمل لك حاجة اسمها bounce rate، معدل ارتداد عالي، والموقع بتاعك يتعاقب تمامًا لمحركات البحث، وهيروحوا للمنافسين بتوعك. يعني هتخسر فرص بيع كتير حتى لو عندك أفضل عروض في السوق العقاري. يا سيدي أعمل إيه عشان ما أوصلش للي أنت بتقول عليه؟ هتدخل على أدوات مشرف المواقع أو جوجل سيرش كونسول، وهتلاقي أداة مكتوب فيها اختبار التوافق مع الموبايل أو الموبايل فريندلي، هتكتب رابط الموقع بتاعك وجوجل هيقول لك إذا كان الموقع متجاوب أو مش متجاوب. كمان هتلاقيه بيديك اقتراحات بسيطة تصلح بيها أي مشكلة. لو حابب تعرف أكتر عن الطرق والأدوات اللي ممكن تغير شغلك في التسويق العقاري الرقمي، تابعني وكل يوم هنزل فيديو جديد.